اسهم الشركات اخذت ضربه قويه جدا بسبب المقاطعه اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت. واستراتيجيه المقاطعه هي استراتيجيه مثبته علميا وتم تجربتها على مدار السنين اللي فاتت بصوره قويه جدا، وشفنا النتائج بتاعتها بصوره ملموسه. بس الحقيقه انا مش مبسوط، لاني فاكر التاريخ كويس جدا، وفاكر المقاطعات اللي تمت على مدار السنين اللي فاتت، وفاكر كمان ازاي الناس كانت بتنسى تدريجي وكل حاجه بترجع طبيعي زي ما كانت. فاكر المقاطعه بتاعت المنتجات الدنماركيه، فاكر المقاطعه بتاعت المنتجات الفرنسيه، فاكر المقاطعه بتاعت البعده اللي كنا بنعملها على مدار السنين اللي فاتت. للاسف كل ده اتنسى، ومع الوقت الواحد بيرجع للعادات الطبيعيه بتاعته والموضوع بيرجع تدريجي. عشان كده مش المطلوب بس ان احنا نقاطع المره دي، المطلوب المره دي ان احنا نحل الموضوع جذريا، نشيل المشكله من الجذور بتاعتها. طب ازاي؟ افتكر اللي حصل في موضوع بتاع اوكرانيا وروسيا. اول ما حصل النزاع ده لقينا ان المطاعم المشهوره زي ماكدونالدز مثلا اللي موجوده في روسيا اتشالت، اتقفل اللوجو بتاع ماكدونالدز نزل، المطعم اتقفل، وبدأ يطلع مطاعم محلية هي بلوجو شبه اللوجو بتاع ماكدونالدز، الباكيجينج قريب من الباكيجينج بتاع ماكدونالدز، وتقريبا المنيو كمان هي المنيو بتاعت ماكدونالدز مع تغيير بعض الاسامي. وبقى المنتج اللي موجود ده بقى منتج محلي بنفس الكواليتي اللي هي كانت موجوده قبل كده تقريبا بالظبط. فده معناه ان كل البراندز اللي موجوده دلوقتي في الشرق الاوسط ممكن ان احنا نقضي عليها ونطلعها بالجزمه من الشرق الاوسط ونجيب مكانها براندات محليه بايد الناس اللي موجوده في البلد، ويبقى الربح بيروح للبلد. هنروح بقى لنقطه تانية، وهي فكره ان في ناس مع الوقت بتتزحلق ويقول لك طب هجيب المره دي من ماكدونالدز، طب المره دي بس هجيب من ستاربكس، طب المره دي هعمل والمره دي هسوي. والمشكله في كذا نقطة الحقيقة. النقطة الأولى إن الواحد بيبقى نسي أو مش حاسس بنفس الحاجة اللي هو كان حاسس بيها وقت ما قرر إن هو يقاطع. فهقول لك دايما افتكر الصور والفيديوهات اللي أنت شفتها للناس اللي بتموت بسبب إن أنت كنت بتشتري من المكان ده. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه الناس دايما بتقول البديل، أصل أنا بدور على البديل ومش لاقي. هي الفكرة إن أنت مش بالضرورة إن يكون في بديل عشان تقاطع، أنت بتقاطع للمقاطعة، ولو لقيت بديل الحمد لله، ولو ما لقيتش بديل خلاص مش مشكلة. فما تربطش موضوع المقاطعة بفكرة وجود البديل، ده غلط. من احد الحاجات اللي انا كنت بشوفها اللي بتنفع قوي قوي في فتره المقاطعه، بس انا مش مع الفكره دي، فكره الشيمينج. فاكر مره من المرات لما كنت بدرس في الجامعه الالمانيه في القاهره، كان الطلاب عاملين مظاهرات، وكانوا جزء من المظاهرات ان الطلاب ما تخش الامتحانات. ففي طلاب قررت ان هي مش هتخش الامتحانات، وفي طلاب قررت ان هي هتدخل الامتحان. فاللي مش هيخشوا الامتحان متضايقين ان في ناس داخله الامتحان، فعملوا لهم ممر شرفي كده يمين وشمال على باب اللجنه، وماسكين الموبايلات بيصوروهم. استراتيجيه الشيمينج دي بتجيب نتيجه مع الناس. هو واحد ممكن يكون مش مقتنع بالمقاطعه او مش عايز يقاطع، بس هيقاطع عشان المنظر بتاعه او شكله. انا ضد الاستراتيجيه دي تماما، وضد فكره ان الواحد يجبر الشخص ان هو يقاطع. في ناس ما عندهاش يعني مش حاسين ان في مشكله، ومش حاسين ان هو يعني هو اقاطع ليه، هي ايه المشكله. وفي ناس حاسه طالما انا في بلدي باكل بشرب نايم الدنيا جميله، فانا مش فارق معايا اي حد تاني، يعني ايه كل واحد بقى يشيل شيلته. مقولات بقى ايه ارضي وحبيبتي وحب ارضك زي ما بتحب ارض ابن الجيران، والكلام اللي هو ايه المستفز ده. التقسيمه دي حصلت لما احنا بدانا ننظر الى الموضوع من زاويه العروبه، اللي هو ايه وطني انا مصر، وهو وطنه السعوديه، هو وطنه مش عارف ايه. فلما بقينا نتقسم التقسيمات دي، فكل واحد بقى بيلعب في وطنه. لكن لما زمان كنا بنبص للموضوع ان احنا كلنا امه واحده، كان الموضوع ليه سياق مختلف. بلد بتعاني، بقيه البلاد بتحاول ان هي تساعدها. لكن دلوقتي الوضع اختلف. الحاجه اللي هقولها لك بس ان حاول تخلي الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها مش مجرد فيديو، انت مش بتتفرج على فيلم. الفيديوهات دي حقيقيه من ناس بتعاني. هقول لك جمله انا قريتها على الفيسبوك هزتني بصراحه. يقول لك ان الام اللي موجوده في الارض اللي احنا بنتكلم عليها، الارض دي الام فيها بتشيل ابنها مرتين، مرة وهي حامل ومرة بعد ما يتوفى. متخيل الموضوع بقى ازاي؟ متخيل ان الاطفال بقى بيلعبوا مع بعض لعبة اسمها لعبة الشهيد؟ لو انت كل اللي بيحصل ده والعالم اللي بيتحرك من حواليك وكل البلاد اللي عاملة ضجة كبيرة جدا عشان نساعد الناس اللي طلعان عينيهم، لو كل ده مش بيحرك جواك اي حاجه، وحاسس ان الكوبايه بتاعه النسكافيه ولا الماكياتو اللي انت بتاخدها من ستاربكس دي هي الحاجه اللي خلاص يعني هتموت عليها، فانت بجد محتاج ان انت تراجع انسانيتك. لو انت حاسس ان انت بلدي بس وتصدف اي حد تاني، فانت محتاج ان انت تراجع انسانيتك. لو انت حاسس انه تصدف اي حد تاني، المهم ان انا عايش الحمد لله باكل بشرب بنام والحياه جميله، فانت محتاج انك تراجع انسانيتك. الفتره دي عايزين ان احنا
نطرد البراندات دي كلها من عندنا في الشرق الاوسط، وان احنا نطلع بدايل محلية. هو ده هيكون اقوى حل، اقوى طريقة نقدر فعلا بيها ان احنا نثبت ان الوطن العربي عندنا ليه وزن ومش وزن خفيف. لو قدرنا ان احنا نتحد مع بعض كوطن عربي هنقدر ان احنا نحقق المعادلة الصعبة. لكن لو كلنا تخاذلنا زي ما بيحصل على مدار التاريخ ان الناس كلها بتتخاذل، فغالبا هتكون دي نهاية الترند والحياة هترجع طبيعية تاني جدا. اتمنى ان احنا نقدر ناخد موقف مشرف المرة دي وما نعملش زي المرات اللي فاتت. المرة دي ادعي لهم.